الصوديوم هو يلي بيتحكم بكمية المي داخل خلاياك لما ينخفض، فالخلايا بتجف من جوا حتى لو شربت مي كتيرة، لأنه المي ما بيقدر يدخل للخلية بدون صوديوم. وهون انت بتبدأ بتحس بتعب شديد وصداع حتى لو ما كنت عم تتحرك كتير. فالحل بسيط ومن الأكل: بيضاية واحدة مسلوقة مع رشة ملح وكاسة مي مع الإفطار مباشرة، هذا بيرجع الصوديوم بسرعة. والتاني البوتاسيوم، المعدن التاني هو البوتاسيوم. البوتاسيوم هو يلي بيتحكم بالإشارات العصبية بين دماغك وعضلاتك، لما بينخفض الإشارات بتصير بطيئة وضعيفة، وبتبدأ تحس بتشنجات وتقل بالعضل حتى بدون تمرين. فالحل من الأكل هو إنك تاكل موزة أو بطاطاية حلوة مع الإفطار، هدول الاثنين وحفظهم دائما، موزة أو بطاطا حلوة من أغنى مصادر البوتاسيوم. والمعدن الثالث هو المغنيسيوم، وهو الأخطر لأنه المغنيسيوم بيشارك بأكثر من 300 عملية بجسمك، وأهمها إنتاج الطاقة داخل الخلية. فلما بينخفض إنتاج الطاقة بينخفض معه، والنوم بيتأثر والتركيز بيروح. ودراسات علمية أثبتت إنه نقص المغنيسيوم لحاله بيقلل الأداء الرياضي 30% تقريبا. فالحل شو من الأكل؟ الحل إنه تاكل شوية مكسرات أو معلقتين زبدة فول السوداني بالسحور.